النفس عمل ايه؟ سرع الاورطه واخر البلمونري. ليه سرع الاورطه؟ ليه سرع الاورطه؟ لان مع الانسبيريشن اللانج اكسبانشن ريتين سم بلاد فروم ليفت سايد، بتحول شويه دم من الليفت سايد، يخف اللود على الليفت فنتركل اللي هو ثيك وول، والليفت فنتركل قوي، جاله شويه دم غير ضخهم بسرعه، رفع البريشر في الاورطه، قفل الاورطه بدري بدري، قفلها بدري. طب اعمل ايه؟ طيب امتحان كمان 4 ساعات وانا لسه مخلصتش، مش عارف بكره هعمل ايه والله. امتحان النظر اذا كان عليه كويس تمام، انما العملي مش عارف والله. انا قاعد محتاس، بص محتاس، عمال اتفرج هنا واطبق هنا وامسك السماعه، مش عارف اعمل ايه، واكتب وبصمج واعمل، عايز اعمل سكيمات كده عشان لما ادخل الامتحان يعني ادخل على الحاله اعمل اللي انا عارفه بس، سواء بقى كانت الحاله ايه ما اعرفش، هدخل على الحاله. اسمك يا عم الحاج، تمام بعد اذنك هكشف عليك واكشف عليه وخلاص، واعمل اللي انا عارفه وخلاص على كده. خدت الدرجه كامله تمام، ما خدتهاش الحمد لله، اللي لنا نصيب في درجه ناخدها، مالناش نصيب فيها مش هناخدها، وما تعبش نفسي. يعظم الرغبة فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه. ربنا ما عندوش حاجة كبيرة وهو بيدي، لا أنت كتير عليك كده، لا كفاية بقى، لا أنت طلبت كتير كفاية، أنت طماع ولا إيه؟ مفيش عند ربنا كده. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول وليعزم المسألة، وليعزم المسألة. أنت عارف يعني لما بتبقى عامل عزومة كده. الفجر أذن، يلا نروح نصلي مع بعض. ماشي. أشهد أن لا إله إلا الله. الحمد لله صلينا الفجر، عايزين بقى نخلص. حتى بصوا اللاب لسه زي ما هو مفتوح الكلام ده، فعايزين نخلص، عايزين نخلص. باقي كده بالظبط 3 ساعات، 3 ساعات مش على الامتحان، فدعواتكم يا رب اخلص. انا عايز اعيط، عايز اعيط والله، مش عارف، حاسس ان انا اروح الامتحان مش هعمل حاجه، دماغي مصدعه. يلا نعمل قهوه، يلا نعمل قهوه. انت بتشتغل وبتتعب وبتبذل اللي عليك وبعد كده مالكش دعوه بالنتيجه. الرسول بيعلمنا ان احنا ما نعيش محطمين نفسيا عشان النتيجه. ربنا ما بيعاملكش بالنتيجه، ربنا بيعاملك بالمجهود وبيعاملك بالبذل. شيل هم الجهد والبذل والكفاح، وربنا اللي عليه النتيجه. ربنا خذلك امتى؟ ربنا سابك امتى؟ ربنا تخلى عنك امتى؟ عايز اقول لكم حاجه كده، يعني انا خايف ومرعوب الصراحه والله العظيم من الامتحان، خايف مش عارف اروح اعمل ايه، ما امتحنش قبل كده النظام ده، بس برضه عندي ثقه في ربنا ان هو هيكرمني. ف عملت اللي عليا الحمد لله، ذاكرت، سمعت فيديوهات لدكاتره كتير بيشرحوا، فمطمن يعني ان انا هروح الامتحان مش لازم اقفل، بس ان شاء الله اعرف احل. بس برضه متوتر، فاهم ازاي؟ بس متوتر ويخاف وكل حاجه، بس خلي عندك ثقه في ربنا ان هو هيوفقك طالما انت عملت اللي عليك. ف يلا نقوم نشوف هنلبس ايه عشان نمشي، الساعه دلوقتي 7 اهي، الامتحان هيبدا الساعه 8:30، نشوف هنلبس ايه عشان لسه ما جهزتش. يلا كنت عايز البس قميص بس لقيت ان انا هلبس بالطو طول اليوم وكده عشان هنحتاجه هناك في المستشفى، فقلت البس التيشيرت الاسود ده علشان يعني نبقى مرتاحين كده، والنهارده الجو حر شكله كده، ونعرف نلبس عليه البلطو. وادي سيادة البلطو محتاج يتكوي، نكويه يلا.
ايه تمام؟ لا هي وحديدة. نلعب ده بقى كده وايه كده كده نتوكل على الله. ايوه هنعمل ايه؟ شيل ليه؟ يا عم والله ماشي عارف ها شربك والله الدكتور يقول لي يا ابني عنده يقول له ربنا يشفيه. تنزل من تحت قول له خد نفس خد نفس هياخد نفس هقول له مش سامع مرمى هتطلع عند البلمونر قول له خد نفس هياخد نفس تقول له ايه نورمال اس 1 هتروح عند الاورت هتقول احتسم وبعدين تطلع عند الكاروت تنزل تاني هتقول له ايه نورمال اورت كده بص انا ايه اللي قدام دي البير اري الفلورنس اري دي من فوق بص ورا والاستيرن قدام سليم ايه فلوكن ازاي؟ الاسمس ايوه كلوكن اسمس سكرتيرة عملت ايه؟ عملت ايه صغير؟ حرمناها شحت ايوه الحمد لله 14 عملت يا دكتور كريم؟ كله زي الفل، الحالة ممتازة والكنترول والدكاترة مبسوطين وكله زي الفل. استنونا على قناة CBC سوفي. الليدر عملت ايه ليدر؟ بس سيبني يا اسطى عشان زعلان ليه يا اسطى؟ ايه اللي دخلك بدري؟ كنت تستنى زي حالاتنا يا كده. عم ما هو ده قال تعالى خش وانا خدتني الجلاله وقلت انا ابقى راجل مسيطر. فالمهم الزبون اول حاله دي كانت حلوه قال لي حلوه دي 15 ماشي. رجعت انا حاله قال لي بالور راح قال لي يا اسباب البالور قلت له انيميا. اول ما قلت له انيميا من هنا ايه اللي خلاك يقول الزبون نوم وكلومك ومايكل وكلومك وبتاع وكلومك سمع لي بس الانيميا. لا عملت يا حبيبي؟ الحمد لله الحمد لله. دخلت على حالة الشيست سمعت كل حاجة والسماعة مقبولة الحمد لله. عملت ايه يا دكتور؟ والله الحمد لله كيو. دخلت على حالة ايه؟ دخلت على حالة برونكيال أزمة ودخلت على حالة اتريال فايبريليشن ودخلت على حالة بلق. سولو؟ أنا لما قلت له قلت ايه؟ والله الحمد لله مع نفس البتاع؟ لا بس أنا دخلت نفس الحالة كده زي الفل. ما تتهورش خليك لابس. عملت ايه؟ حلو الحمد لله. كنت فين انا اللي اتنين يا معاك يا عم. معايا زي الفل. عملت ايه؟ فول ماركه يا صاحبي. ان شاء الله خير. زعبل حضن. عملت يعني اللجنه معايا؟ والله الحمد لله كويس الحمد لله. الميتاليك فالف والكلام ده ولا لا يا عم زميلي مجري يا عم. اوبا لجنتنا احنا المفروض كنا خشينا فيها. زي الفل. الحمد لله على كل حال حلينا وجاوبنا كويس. بس عايز اقول لكم على حاجه، يعني المفروض احنا قبل ما ندخل لجنه احنا بنتقسم 3 لجان، كل لجنه فيها حوالي 41 طالب تمام. فالمهم 3 لجان. اللجنه الاولى المفروض فيها 3 حالات، انت بتدخل على كل حاله ب 15 درجه، فانت بتدخل على 3 حالات. فالمفروض اول لجنه حالات متوسطه، يعني حاله سهله حاله صعبه حاله متوسطه، يعني نقول ايه متوسطه. اللجنه الثانيه اللي انا فيها المفروض اللي انا كنت فيها يعني حالتين سهلين قوي وحاله متوسطه تمام. اللجنه الثالثه بقى حاله صعبه حاله متوسطه، يعني نقول ايه صعب. يبقى اللجنه الاولى متوسطه، لجنتي انا كانت سهله، واللجنه الثالثه كانت صعبه قوي. فاحنا انبسطنا وفرحنا تمام، وقلنا ايه احنا هندخل بقى في السهل وكده، وراجعنا بقى على الحالات اللي احنا داخلين عليها وقلنا هندخل الفول مارك ان شاء الله. دخلنا يا باشا لقيناهم بدلوا الثالثه مع الايه مع بتاعتنا الثانيه. خدت الصدمه بقى، خشيت لقيت نفسي في الحالات الصعبه والدنيا باظت خالص. انا ما رجعتهاش كويس، كلهم صعبين الصراحه. والله العظيم فكرت ان انا امشي ما ادخلش الامتحان، بس الحمد لله يعني ايه وقفت كده مع الشباب وفتحنا الكتب وايه وراجعنا على الحالات قبل ما ندخل عليها. ويعني نص ونص داخل على الحاله، انا مش متاكد ادخل اعمل الاكزامينيشن بتاعها واروح بقى اتكلم مع الدكتور اديله الكومنت، مش هعرف اديله كله تمام. المهم يعني بقول لك اصعب حالات
واصعب دكاتره كانوا المفروض هم اصعب دكاتره على الحالات دي. بعد ما دخلنا على الحالات والله العظيم الحمد لله يعني ربنا كرمنا، الدكاتره سالوا اسئله سهله. فالمهم انا دخلت بقى ايه بعد في النص، يعني انا اسمي كان في النص والله العظيم. دخلت عملت اكزامينيشن على اول حاله تمام، دخلت قدام الدكتور لقيته بيسالني سؤالين الحمد لله كنت عارفهم، قال لي شاطرين. المهم يعني حسيت ان هو ادانا 14 من 15، فقمت من الحاله دي دخلت على الحاله الثانيه فحصتها برضو نفس الكلام. انت عارف التكنيك فانت بتمشي تمام، انت بتفحص وخلاص زي ما انت عارف. دخلت على الدكتور سالني سؤالين ما جاوبتش على نقطه، فبرضو الحمد لله حسيت ان هو ادانا 14. دخلت على الدكتور الثالث بقى اللي هو اصعب حاجه واصعب دكتور. ف دخلت فحصت الحاله زي ما بقول لك كده الاول حاجه. بعد كده دخلت لقيته بيسالني انت سمعت ايه، قلت له اللي سمعته، قال لي شاطر قوم انت كده تمام، فبرضه ادانا 14. فاللي انا عايز اقوله لك ان انت ما تحسبهاش، سيبها على الله واللي ربنا كاتبه هتشوفه. يعني الشباب اللي دخلوا على اسهل الحالات اللي انا المفروض كنت ادخل عليها قالوا الدكاتره صعبه وبيسالوا في حاجات صعبه، والحاله اللي انت بتدخل عليها اصلا ما بترضاش تخليك تعمل الاكزامينشن كله، فسبحان الله. فانت ما تفضلش تحسب لها كتير وسيبها على الله وان شاء الله ربنا هيكرمك. اخيرا وصلنا البيت بس مفيش وقت، يلا نقوم نجهز الشنطه عشان نمشي. معلمين 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 في اماكن فاضيه؟ في اماكن فاضيه؟ قلت لك ما تجريش خلي بالك. ماشي. لا ما لسه هحجز. شوف كده غالي دول كام؟ وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. وأخيرا وصلنا والحمد لله. بس كده. أنا عارف إن الفلوج كان طويل شوية، بس يعني ده كان يومي أو يومين أو 3 مش عارف، بس هو ده يعني يوم الامتحان والسفر والكلام ده فبيكون طويل شوية. فأشكركم إن انتوا وصلتوا لحد الوقت اللي احنا فيه ده، وصلتوا لآخر الفلوج، استنوا منا فلوجات جاية إن شاء الله كويسة. يعني الأجازة هتكون كويسة يعني في الفلوجات والكلام ده، الواحد هيكون فاضي شوية يعني اللي هو يعمل. بس كده، يلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.